لو القطه بتاعتك بترضع، في مشكله كبيره ممكن تحصل لها تهدد حياتك. انا دكتور محمود هكلمكم عن مشكله بتبدا تحصل لمعظم القطط اللي بترضع. المشكله بتبدا معانا باعراض زي ان بيكون في ضعف عام في القطه مره واحده، وبعد كده بيكون في تشنجات. التشنجات بتظهر في كامل الجسم، ممكن كمان تظهر اكتر على الرجلين والايدين. الامر ممكن يتطور زي لهس مستمر، وكمان ممكن يتطور اكتر يبقى في ترجيع لا قدر الله. المشكله دي احنا بنسميها مشكله نقص الكالسيوم الحاد او ما يسمى بالهايبوكالسيميا. طب ايه اسباب المشكله دي وازاي نتجنبها؟ ده اللي هنتكلم عنه. السبب الاساسي هو نقص الكالسيوم في التغذيه بتاعه القطه، وخصوصا فتره الرضاعه. الحاجه الثانيه هي عباره عن تكرار فتره الحمل والرضاعه بشكل مستمر. الحاجه الثالثه هي مده الفطام بتكون اكتر من شهرين، يعني بنخليها ان هي ترضع الكتم بتوعها اكتر من شهرين. طب ازاي ان احنا نتجنب المشكله عشان ما تحصلش خالص؟ بنبدا ان احنا نتبع كذا حاجه. اول حاجه ان احنا لازم نوفر الكالسيوم في التغذيه بتاعتنا. زي ايه الاكلات اللي بتكون غنيه بالكالسيوم؟ زي البيض المسلوق، زي الزبادي اللايت، الجبنه القريش، الفراخ المسلوقه، كبده الفراخ المسلوقه، برضو كل ده بيكون مصدر للكالسيوم. الحاجه الثانيه لازم ان احنا نخلي مده الفطام بتاعه الكتم مش اكتر من شهرين، ونبدا ان احنا لازم نفطم الكتم بتوعه. اما لو الاعراض بدات ان هي تظهر بشكل مفاجئ، زي ان بدات الرعشه او اللثه، الحاجات اللي احنا قلنا عليها، لازم نتوجه لاقرب عياده بيطريه فورا، علشان دي مساله حياه وموت للاسف.